النهاردة هنعمل مع بعض وصفة صحية جدا. في صينية واحدة هنكون عاملين الوصفة بتاعتها. لا سلقت لحمة ولا حمرت لحمة. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا معايا نص كيلو من اللحمة، بس انا مقطعاها رقيق. يعني انا جايباها من عند الجزار، وانا اللي مقطعاها. هنا معايا 3 بطاطسات وسط، مقشراها ومقطعاها حلقات. هنا معايا بصلية كبيرة مقطعاها برضو شرايح بالشكل ده. ومعايا هنا 3 طماطمات مقطعة برضو شرايح. معايا هنا بقى بسلة على جزر. انا البسلة دي كنت مفرزاها. معايا هنا فلفل مقطع برضو حلقات. ومعايا قرن شطة كده للناس اللي بتحب الحاجة سبايس. هنا معايا التوابل بتاعتنا، معايا نص معلقة كبيرة ملح، نص معلقة صغيرة 7 بهارات، نص معلقة بابريكا، حبهان، كزبرة، فلفل اسمر، جنزبيل، وقرفة عيدان. ومعايا هنا ورق لورا. هبدأ بقى نشوف ان هعمل ايه. هجيب اللحمة بتاعتنا وهبدأ ان انا يعني ارققها معاكم. هي متقطعة رقيق، بس انا يعني هدقدق عليها عشان تبقى رقيقة، عشان ما تاخدش سوا معانا. هفضل بقى ادق كده عليها لغاية ما حتة اللحمة بتاعتنا تبقى رقيقة خالص بالشكل ده. فضلت بقى ادق عليها كده لغاية ايه ما بقت رقيقة خالص كده. هنا بقى خلصت الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. هبتدي بقى اشوف انا هعمل ايه. هجيب بولة او هجيب اي حاجة. هبتدي بقى ان انا احط فيها البصل بتاعنا اللي احنا مقطعينه حلقات بالشكل ده. وهنزل معانا بالطماطم اللي احنا مقطعينها. وهنزل بالبسلة اللي احنا عاملينها. انا عايزه اقول لكم ان دي حوالي كوبايتين بسلة على جزر. هنا معايا الفلفل اللي احنا مقطعينه، هضيفه على المكونات بتاعتنا. وهجيب البطاطس اللي احنا مقطعينها حلقات، هحطها برضو على الخضار بتاعنا. وهنزل بقى عليهم بالتوابل بتاعتنا. وكده بقى يعتبر خلاص خلصنا. هنا بقى انا عايزه اقول لكم ان انا قلبت الخضار الاول، وبعد كده هنزل عليه بالتوابل. وهقلب بقى لغايه ما الخضار كله يشرب من التوابل اللي احنا هنحطها. فضلت اقلب بقى كده لغايه ما اتاكدت ان التوابل دخلت في كل بطاطايه وكل يعني بصلايه وكل طماطمايه. انا عايزه التوابل تبقى يعني مغرقه كده ايه البطاطس والطماطم والبسله والخضار اللي احنا حاطينه. هنا بقى هبتدي ان انا اجيب الصينيه بتاعتنا واحط نص الخضار اللي احنا عملناه بالشكل ده. حطيت بقى كده نص الكميه تحت في ارضيه الصينيه. وهبتدي بقى ان انا احط اللحمه اللي احنا عملناها. احط جزء منها على الخضار اللي احنا حطيناه في الصينيه. هرصها على الخضار كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى ان الصينيه دي مختلفه بقى، ما تقوليش يعني صينيه بطاطس بقى اللي زهقنا منها. لا، دي حاجه مختلفه خالص، والطعم مختلف خالص عن صينيه البطاطس دي، حاجه تانية خالص. هنا بقى حطيت الكميه بتاعتنا التانية. وهبدا ان انا ارص بقيه اللحمه على الوش. واللحمه هتستوي معانا لانها رقيقه جدا. هنا بقى خلصت معايا بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اجيب معلقه من السمنه واحطها على وش الصينيه وادخلها الفرن. هغطي الصينية بتاعتنا بورق فويل وادخلها الفرن. هتقعد معايا حوالي ساعة ونص. انا بقى هنا ادخلها الفرن. وتعالوا شوفوا بقى هنعمل ايه نقدمه جنبها. يعني عايزه اقول لكم بقى كده حاجه تفتح النفس جنبها. هي مش محتاجه حاجه تفتح النفس جنبها، بس انا عايزه اقول لكم ان الوصفه دي بعملها جنب اي اكل. هنا معايا بقى بتنجانية مشويه كده. هبدا ان انا اهرسها لغايه ما تبقى ناعمه.
هبدأ بقى ان انا اجيب معلقة من الطحينة، ودي الطحينة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. عايزة اقول لكم جميلة جدا، ما تنسوش بقى تجربوها. ودي وصفة بقى من الوصفات اللي انا عاملها بيها. ومعايا هنا عصير ليمونة، ومعايا هنا معلقتين من الخل. وهقلب بقى معاكم البتنجان كده، وهنشوف بقى نحط له ايه تاني بقى التكة دي. معايا معلقة من هريسة الشطة الحمراء. عايزة اقول لكم بقى بتودي البتنجان البابا غنوج ده في حتة تانية خالص. ومعايا هنا بقى رشة من الكمون، ونص معلقة كده من الملح بتاعنا. وهقلب البتنجان بقى. والبتنجان كده بتاعنا جاهز. هنشوف بقى نقدمه ازاي. وهجيب معلقتين من الزيت، هضيفه على البتنجان بتاعنا، واقلب بقى كده. البتنجان بتاعنا جاهز بقى وقدمناه بالشكل ده. هنقدمه بقى جنب اللحمة اللي احنا عملناها. وعايزة اقول لكم بقى ايه، انسوا بقى اي اكل تاني. تعالوا بقى نشوف اللحمة اللي احنا عملناها خلصت اهي. وعايزة اقول لكم بقى انها مستوية وجميلة. الخضار بتاعنا دبل واستوى جدا. لو تلاحظوا ان الكمية صغرت. هنا بقى قدمناه مع رز بشعرية والبتنجان بابا غنوج واللحمة اللي احنا عملناها. عايزة اقول لكم اللحمة دي صحية جدا، بس من غير شطة. هنا بقى ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. عايزة اقول لكم بقى هوريها لكم وهوريكم ان هي مستوية خالص. هنا بقى شوفوا، انا هوريكم البطاطس اللي احنا حاطينها. عايزة اقول لكم كده يعني حاجة زبدة مستوية خالص، مش نية. وهوريكم اللحمة. وعايزة اقول لكم ان الصوص اللي فيها بقى نازل منها ده خرافة بجد. اللحمة بقى عايزة اوريكم هي مستوية ازاي. شوفوا شكل اللحمة، يعني مع ان هي رقيقة بس مش ناشفة، هي ناعمة جدا. اللحمة معايا مستوية خالص. والله عايزة اقول لكم ان هي زبدة كده يعني بتدوب. وده بقى كان وصفتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والاشتراك.